نضيفوا لها مغاربه العالم في جميع القارات ما خرجوش واحتفلوا. والشعار هو ديما المغرب، الشعار والله الوطن الملك، والشعار هو كذلك هذه الرايه اللي عندها واحد القيمه. وكنظن بانه كل واحد مستعد من الموقع ديالو انه يدافع على السمعه ديال بلاده، اللاعب ديال الكره في الميدان والمواطن في المكان اللي يعني كيزاول فيه المهنه ديالو. وكنظن ان كلنا خصنا نخدموا بتفاني باش دائما هذه البلاد هذه تبقى غاديه في الطريق اللي كتبوا لها الله، واللي بطريقه ولا باخرى التاريخ ديالها كيستحق. 14 القرن كتستحق ان الانسان في وقت من الاوقات يقول ديما مغرب. ديما مغرب اكيد. ملي كتشوف مثلا نفس السيركوي اللي دارت لك بريمير تقريبا، هو السيركوي التقليدي، يعني غتخرج من باب السفاره غادي تنزل امام محطه القطار شارع الخامس البرلمان ساعه البريد، وتمشي للشارع الحسن الثاني وتدور على اليمين وتتجه في حسان باش تقطع الواد قنطار. وهذا كيف قلت لك موتيفون كاع لي جينيراسيون اللي غادي يجيو، وماشي ماشي من اللعبات اننا كنديروها هكا غتولي ولا تقليد وتعاودات كيف قلتي هو سيركوي تقليدي، لان كتولي انت براسك كتجالس بلاصتك كيف قلت قبيله يمكن انا نتعاود ولكن كتجالس بلاصتك كتقول الا كنتي لاعب كره القدم انت شاب غتقول واحد النهار انا غادي نطلع في هذاك البوست، انا غادي نجيب هذه الدوره وتكون مكتوب عليا بطل العالم. فتنا دابا ديك البلاصه ديال فتنا هذيك الكتبه اللي كنا كنكتبوا مفخره المغاربه ولا شرفتمونا، اليوم ابطال العالم حنا في واحد البيوت مكتوب فيه ابطال العالم. ما واش مع الوقت واش كتستوعبوها ولا ما كتستوعبوهاش، ولكن مكتوب فيه ابطال العالم. اول مره عشتها وكنرجع للتاريخ هو ملي المرحوم الحسن الثاني يعني استقبلنا والو ويطف فينال ديال كوب دوطون وهزلهم يديهم جوج، ومن بعد عشنا استقبال سيدنا كان انذاك ولي العهد في 84 بتعليمات من الوالد ديالو الله يرحمه، هو ولا مريم استقبلوا نوال وعطا، وكان استقبال بحال هكا. كنظن انه هاد يعني الملوك الاسره العلويه دائما عندهم ارتباط بالرياضه والرياضيين، وفي وقت من الاوقات كنحتاجوا نزوجوا بين ما هو استقبال رسمي ملكي او اميري واستقبال شعبي. صحيح. وكنظن انه هذه الصوره هذه هاد الدراري ما عمرهم ما غينساوها. بيان سور وغادي يقولوا حيت هما بنوات ديال 2030 ان شاء الله، غيقولوا 2030 ان شاء الله في ملعب الحسن الثاني ان شاء الله غادي يلعبوها نخرجوا منها ونجيبوها ونخرجوا بها غادي يبقى الطموح تاعهم غيولي حتى هو كبير بزاف 2030 يخرجوا به، حيت الا كنتي في التيران ديالك تخرج به تستناك تما لداخل وتخرج من تما بالتوني ديالك بلا ما تستنى تمشي تبرد تبقى في الفرحه ديالك. هادشي اللي بغينا حنا ان شاء الله. دونك هادشي كيعني ان الفينال تكون في بلادنا ان شاء الله. مساء المجد، انه مساء المجد، مساء الوطن من هنا من المملكه المغربيه الشريفه، من ارض تصنع التاريخ ولا تنتظر ان يكتب عنها. نطل عليكم في يوم استثنائي، يوم سيبقى عنوانا في ذاكرة كل مغربي. إنه يوم الفخر، يوم العودة المظفر الأشبالي الأطلس، أبطال العالم لأقل من 20 سنة الذين كتبوا صفحة من أنصع صفحات الرياضة المغربية، صفحة اختلط فيها العرق بالدموع والإيمان بالعزيمة والحلم بالواقع. اليوم لا نغطي حدثا رياضيا عابرا، بل نواكب عرسا وطنيا كبيرا تجتمع فيه الرموز والدلالات وتتجلى فيه وحدة وطن بأكمله. بل نواصل هذه المواكبة من شوارع الرباط، من قلب العاصمة النابض، من ساحة البريد حيث يلتقي التاريخ بالحاضر، وصولا إلى قنطرة مولاي الحسن، جسر اللقاء بين الرباط وسلا. الرباط اليوم ليست مدينة فقط، إنها لوحة وطنية حية تمتزج فيها أصوات الجماهير بزغاريد الأمهات ودموع الفرح بألوان العلم المغربي. آلاف المغاربة يصطفون على الجانبين ويرفعون الأعلام ويهتفون لهذا الجيل الذي أعاد للكرة المغربية مكانتها بين كبار العالم. هذا المشهد أمامكم لا يقاس بالحجم بل يقاس بالمغزى، فهو تجسيد لرؤية ملكية سامية جعلت من الرياضة مشروعا وطنيا ومن التكوين أساسا لصناعة الأبطال. هؤلاء الفتية في هذه اللحظات يمرون وسط هذا البحر البشري، ليسوا مجرد لاعبين فقط، إنهم سفراء الحلم المغربي الجديد، جيل تربى في مؤسسات حديثة وفي مقدمتها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فتعلم أن الانتصار يبدأ من الانضباط، وأن القيم تسبق الشهرة، وأن حمل القميص الوطني مسؤولية قبل أن يكون مجدا. اليوم حين تعلو الأهازيج وحين ترفرف الرايات من كل صوب، ندرك أن هذا الوطن لا يعيش فقط فرحة التتويج بل يعيش فرحة الاكتمال. اليوم ما نراه في الرباط ليس احتفالا فقط، إنه مشهد مغربي جامع تتعانق فيه الرموز
كما قلت من باب السفراء رمز السيادة إلى قنطرة مولاي الحسن رمز الوحدة. مسار قصير في المسافة لكنه طويل في المعنى، لأن كل خطوة من هذا الموكب تروي حكاية وطن عظيم علم أبناءه أن المجد لا يمنح بل ينتزع بالعمل والوفاء والإيمان. هذه الأصداء تصلكم مباشرة من موكب هذه الحافلة، وهذا التماهي بين أشبال الأطلس أبطال العالم، وهذه الرقصات وأيضا التعابير الجسدية بين الجماهير المحتشدة وأيضا كل أطقم ولاعبي المنتخب الوطني هو رسالة على أننا على العهد سائرون جميعا وراء جلالة الملك. أمين. كان الناس صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي ارسل يعني ديك الرساله اللي كانت في يعني في زاسيتو سبور ديال الصخيرات، وضع واحد اللبنه واحد خريطه الطريق اللي الامور ديالها واضحه، يعني حط كل مسؤول رياضي او رياضي امام مسؤوليته. هذا هو السؤال كاين اللي يتحملها وكاين اللي ما تحملهاش بالشكل المطلوب. امين. هذا هو السؤال اللي غيتطرح على المشهد الرياضي بشكل عام. ماذا بعد هذا المجد؟ ماذا بعد هذا الانجاز؟ وكل واحد خصو يجاوب عليه من الموقع ديالو. خاص الاستمراريه، والاصعب ماشي هو الوصول للقمه، والاستمرار في القمه. واش قلت لك بغيت المغرب تكون هي المانيا ديال الكره، بمعنى ان المانيا من 1954 لدابا تعتبر اقوى قوه مع المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات، لان درت واحد الحاجه على اندسترياليزي لو بروسيس، بمعنى ملي كدير واحد البروسيس وكتولي كتكرر كل مره تولي اندسترياليزي، بحال كتدخل لواحد الشركه وكتحط لك واحد الطرق ديال المسار ديال العمل، كتولي واحد المسار صناعي، كتولي غادي بيلوطاج اوتوماتيك، لان كل واحد كاين الخريطه كاين المخطط كاين كل شيء، كتولي انت كتولي في تربح. دونك خصنا نوليو كنولفوا نربحوا ونبقاو نشتغلوا بنفس العقليه.